حبايبي عاملين ايه؟ حبايبي مخبوتي وماسة. النهارده ان شاء الله هنعمل الاكله بتاعت زمان الجميله. كان بيعملها امهاتنا وجداتنا زمان. هنجيبها الايام دي ونعملها لانها غنيه وكلها مغذيه، وان شاء الله تعجبكم ونتغدى ونتعشى بيها وان شاء الله تكون كويسه. هنعمل العجه، اسهل حاجه ممكن نعملها بيها بالبصل اساس العجه، والطماطمايه متقطعه صغير، والشبت والبقدونس والفلفل متقطع برضو صغنن جدا، وبهاراتنا الكزبره، الشطه حسب الرغبه طبعا، الملح، فلفل اسمر، سنه بهارات، الدقيق، البيكنج باودر ماده رافعه عشان تظبط معانا الكلام. ونروح مهديين النار على الزيت، هننزل البصل على الزيت. انا مش هحمره، انا بس هخليه يدبل كده عشان ما يبقاش مصحصح قوي في العجة. خليه يدبل كده وعلى نار هاديه عشان يبقى ما يتشعبش منك، وتبقى واحده لون وواحده لون. احنا عايزينه دبلان، مش عايزينه اصفر قوي ولا عايزينه متحمر. انا عايزاه يدبل عشان نكمل الخطوه بتاعتنا. طبعا انت مشغله الفرن عشان هندخل فيه الصينيه بتاعت العجه بتاعتنا الجميله زي ما معودين. طول ما احنا واقفين بنعمل حاجتنا نعطر لساننا دايما بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يبقى يومنا جميل والبيت كله بركه ان شاء الله. وزي ما بقول لك ما تحش تشيلي هم اكلك وشربك. صينيه العجه هنعمل بثلاث بيضات، باربع بيضات، زي ما انت عايزه. انا النهارده هعمل 3 بيضات، انا مش هعمل صينيه كبيره قوي. زي ما قلت لكم بقلل الامكانيات هنشتغل ان شاء الله. وما تشيليش هم الغلا على الكل، عليكي وعليا وعلى الناس كلها، فنوفر وندبر وان شاء الله يطلع معانا حاجه كويسه. ريحه البصل جميله جدا، هي لسه بتقول يا هادي اهو. انا عايزاها بس ايه تدبل كده حاجه بسيطه عشان نشتغل في الوصفه بتاعتنا. نرجع بقى للحاجه بتاعتنا نشوف هنعمل ايه تاني. همسك البيض بتاعنا، انا هحط 3 حبات بيض اهو، هقلبه كويس اهو. طبعا مش حاطاه في التلاجة، كنت مطلعاها قبلها درجة حرارة المطبخ عشان نشتغل بيها اهو. وهنزل عليه بشوية فلفل اسمر اللي انا حطاه بالشكل دوت كده. هنزل بالطماطم اللي انا مقطعاها، وهنزل بالخضرة والفلفل الرومي ومقطعه قرن واحد بس حامي، والحامي ده حسب الرغبه، مش عايزاه ما استغني عنه عادي مفيش مشكله. هقلب كده اهي يا حبايبي. البصلايه اهي انا مهديها عليها النار خالص، بدات تدبل معايا. انا مش عايزاها متحمره، انا بدبلها مع بعض اهو. ريحتها طبعا ما شاء الله انت مهديها عليها النار، ريحتها جميله. وزي ما قلنا تملي بيتك خير واعملي، دبري ووفري واعملي. مش لازم لحوم، احنا شايفين اللحوم غاليه والحاجه غاليه، يعني نعمل اي حاجه نعملها ونغدي ولادنا ونعشيهم ان شاء الله جميله. وتقطعيها زي كيكايه كده حاجه تحفه اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تبدا بس كمان حاجه بسيطه تاني معانا، وهننزلها على البيض وعلى الخضره ونحط لها الدقيق ونشتغل مع بعض. اهم شيء تفعلوا الجرس واللايك الجميل بتاعكم عشان نكبر بيكم وليكم، والكومنتات بتاعتكم الجميله اللي بتساعدنا. وكل اللي انتوا عايزينه هنعمله لكم ان شاء الله، وكل اللي يوفر في بيتنا هنعمله ان شاء الله. ما نشيلش اهم حاجه في الغلا دوت، نقول يا رب. وكلنا الغلا دي الموجه كلها على الناس كلها اهو. يلا ننزل بيها بقى على البيض. هننزل بالبصل على البيض اهو. انا طبعا مشغله الفرن اهو. هنزل بقى بالدقيق بتاعنا، حاطه هنا 4 معالق دقيق، وهنزل عليها بالبيكنج باودر عشان يرفعها معانا. طبعا الريحه ما شاء الله دي كان يعملوها لنا زمان امهاتنا وجداتنا، يعني كان زمان جدتي تعملها لنا ونقعد جنبها فرحانين واحنا عيال بقى. الكلام ده مش دلوقتي طبعا الله يرحمه. هنزل بقى بشويه ميه صغيرين عشان هقلب كله في بعضه بقى
شايفين كل ده كده مع بعضه، وافضيه في الصينيه. بس تقلبيه تقليبه حلوه محترمه كده. بعد كده هننزل بربع كوبايه زيت بس اهو. تقلبي كله مع بعضه وتدهني الصينيه دهنه زيت خفيفه، وهننزل بيها في الفرن اهي. هنشوف الحقيق بتاعها. عايزه سنه ملح صغيره. نسيت احط التوم، هنحطه مع بعض. حطينا حته التومه، قيمه فصين توم كده مهروسين، وهننزل في الصينيه بتاعتنا اللي دهنينها دهنه خفيفه زيت اهي. هتسويها كده، تشغل على الاول من تحت اما بترفع، وبعدين نولع شويه من فوق تاخد لون. خلاص كده الصينيه بتاعتنا خلصت، بتاعت العجه الجميله. هندخلها في الفرن. انا مشغله الفرن من تحت، هتاخد بس لون، ويعني تاخد لها بتاع 25 دقيقه، بقى عليها الشوايه من فوق 3 4 دقايق. دخلها الفرن ولما تخرج اوريها لكم. خلاص يا حبايبي، خلصنا العجه بتاعتنا ما شاء الله جميله جدا. ونبتدي نطلع منها اهي. بتطلع معاكي خرط حلوه زي الفل اهي. جنب اي حاجه بقى تعمليها جبنه وتاكلي، فول بطماطم وتاكليها، حاجه كده ما شاء الله جميله جدا وتملى بيتك خير اهي. كان النهارده الوصفه بتاعتنا العجه الجميله اهي. نقطع تاني مع بعض اهي. اهم شيء ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان نكبر بيكوا وليكوا اهي. اجمل عجه دي ولا ايه يا جماعه؟ اهي خرط العجه اللي احنا عاملينها. قولوا لنا ايه رايكم، وفعلوا الجرس ولايك وشير عشان نكبر بيكوا وليكوا.